لما تكون وحيد وكمان تلاقي نفسك في مواضيع عقلك مستحيل يتخيلها، وتلاقي ان اهلك هم السبب في كل اللي بيحصل لك، يا ترى هتعمل ايه؟ فتعال نشوف سيف عمل ايه. بيقول سيف صاحب القصة ان وحيد والده ووالدته جه بعد 7 سنين من عدم الخلفة، عايش هو ووالده ووالدته في شقة في اسكندرية. والدته اللي اسمها سعاد من صعيد مصر، وابوه محمود من الجيزة. بيقول سيف انا كنت متدلع جدا لاني الابن الوحيد، يعني حرفيا مفيش حاجة كنت عايزها الا وكنت بلاقيها. وكنت عارف واحدة اسمها إلينا من اوكرانيا وكنت بحبها جدا، اتعرفت عليها وانا في دهب، وكنا بنطلع يوميا فسح وخروجات من فلوس والدي. لغاية ما في يوم ابويا وامي راحوا الصعيد عشان يزوروا خالي عشان عمل عملية، بس للأسف القطر اللي هم كانوا راكبينه عمل حادثة. ويشاء القدر ان من وسط كل اللي في القطر محدش يموت غير 4 بس، من ضمنهم ابويا وامي. انا وقتها كنت نايم لان الحادثة حصلت في الليل. جالي اتصال مع الفجر من خالي، رديت عليه وقلت له ايه يا خالي، ابويا وامي وصلوا عندك؟ خالي قال لي ابوك وامك القطر اتقلب بيهم وللاسف ماتوا هما الاتنين. انا حرفيا في اللحظة دي ما كنتش عارف اعمل ايه. حسيت اني مش يتيم، اني وحيد حرفيا. بعد شوية عمامي وعماتي جم وفضلوا يطمنوا عليا، وجم برضو خلاني من الصعيد ودفنا بابا وماما. وعدت مدة العزا، وعمي الكبير صمم اني لازم اقعد عندهم مدة، وبالرغم اني مش عايز اسيب المكان اللي كله ذكريات من والدي ووالدتي، الا اني اضطريت اني اروح لاني خايف اقعد لوحدي في البيت. وفعلا رحت مع عمي عند بيته، والصراحة انا كنت بتعامل معاملة كويسة جدا. بس بعد مدة رجعت بيتي لاني ما كنتش مستريح في القعدة عند بيت عمي. فضلت في شقتنا اسبوع، بس بعد الاسبوع بدأت احلم احلام غريبة ومخيفة في نفس الوقت. كنت بحلم بمسخ بيقرب مني وبيقول لي الحقيقة لازم تظهر. الحلم ده بالذات كان بيتكرر معايا كل يوم، وكل يوم بطريقة مختلفة. يعني مثلا مرة يجيلي المسخ ده ويقول لي انا هاخدك، ومرة يقول لي مش هسيب اللي عمل كده، وفي الاخر قال لي الحقيقة قربت تبان. انا تعبت خالص، بس لاحظت ان المسخ مش بيظهر لي غير في وسط الزرع. قلت يبقى اكيد في حاجة في الصعيد المفروض اعرفها، وعلى طول رنيت على خالي وقلت له اني نازل الصعيد اغير جو. خالي قال لي تعالى في اي وقت تنور. وفعلا نزلت الصعيد، وخالي رحب بيا وقعدت عنده يوم. وبعد اليوم لقيت خالي جالي وبيقول لي احنا نظفنا شقة خالتك الله يرحمها عشان تنقل فيها لغاية ما تستريح وتهدى كده. إيه نسيت اقول لكم ان خالتي تبقى توأم امي بس توأم مختلف، وتوفت من 20 سنة، يعني قبل ما اتولد مثلا بحوالي سنة مثلا. بس هي كانت مريضة نفسيا وماتت بطريقة بشعة جدا، ده اللي اتقال لي يعني. المهم رحت فعلا الشقة بتاعت خالتي. هو انا الصراحة في الاول كنت حاسس براحة رهيبة لغاية ما رحت انام، وهنا لقيت المسخ ظهر لي تاني، والمرة دي كان ماسكني وعمال يشد فيا. وقتها صحيت مفزوع، والصدمة اني لقيت المسخ واقف قدامي. وقتها انا من الفزعة اللي حصلت لي نسيت القرآن وفضلت اقول الله الله الله. رحت لقيت المسخ ابتسم وبعدها اختفى. انا بعد اللي حصل كنت مرعوب وخايف. شغلت قرآن وفضلت صاحي لغاية تاني يوم. واول ما الشمس طلعت رحت لخالي وسألته خالي هي الشقة بتاعت خالتي الله يرحمها مسكونة؟ حسيت ان خالي اتوتر، بس قال لي ان مفيش اي حاجة فيها. انا قلت يمكن الحلم اثر عليا وخلاني اتخيل، وسكت على الموضوع. ورحت اتمشى شوية في الشارع واغير جو لغاية ما جه الليل. في الاول انا كنت خايف انام، بس قلت لنفسي مفيش اي حاجة، لغاية ما الرعب اشتغل. وانا نايم على السرير لقيت نقطتين مية نزلوا عليا، ولما بصيت لقيتهم دم. في الوقت ده انا بصيت في كل حتة ومش عارف انا كنت ببص على ايه او كنت مستني ايه مثلا. بس ببص على ضرفة الدولاب الموجود في الأوضة لقيت يد مقطوع منها صباعين. وقتها انا افتكرت ان المسخ اللي بيطلع لي في الحلم ايديه الاتنين كل ايد مقطوع منها صباعين زي الايد المتعلقة على الدولاب. وبعدها اختفت الايد، وبدأت احس باصوات حركة غريبة في المكان وزي خيال بيعدي قدامي في الأوضة. وفي لحظة واحدة الفجر أذن والمكان هدي. قمت من مكاني ونزلت الجامع عشان أصلي، وفي نفس الوقت عشان أهرب من الشقة. وبعد ما صليت رحت عند بيت خالي وقلت له على اللي حصل. هو ما كانش مصدقني، بس قال لي انه هيخلي حد من اولاده يقضي معايا يوم وينام معايا في نفس الشقة. وفعلا جه ابن خالي وفضل معايا اليوم كله. والغريب ان مفيش حاجة حصلت. وبعد ما مشى ابن خالي بقيت اسمع اصوات غريبة وصوت عياط مكتوم وصوت خبيط على الباب. فضلت يومين قاعد في الشقة بسمع الحاجات دي وانا بدور في حاجة خالتي اللي في الشقة، بحاول اعرف اي حاجة ومش لاقي. بس بعد يومين وانا بستحمى في الحمام سمعت باب الحمام بيخبط. ببص على الباب لقيت الباب بينزل دم، والدم بدأ يكتر، وبدأت أحس إني مخنوق من الدم. وفجأة صحيت وأنا بصرخ، لقيت نفسي على السرير ودخل عليا ابن خالي وسألته أنا كنت بستحمى إزاي جيت هنا.
قال لي انا لقيتك رنيت عليا، ولما رديت سمعت صوت تكسير ومحدش بيرد. وقتها قلقت عليك وطلعت لك الشقة وفضلت اخبط بس محدش كان بيرد. ورحت نزلت جبت المفتاح الاحتياطي ورجعت فتحت بيه الباب. واول ما دخلت لقيتك واقع على الارض في المطبخ عريان ومبلول وبتقول كلام كتير وغريب. وبعدها شلتك وحطيتك على السرير ولبستك شوية هدوم كانوا معاك في الشنطة بتاعتك. قلت له تسلم، بس انا ليا يومين بس ما اكلتش فممكن يكون ده السبب. ومرضتش اقول له حاجة عشان ما يحسش اني مجنون، لان محدش عاقل هيصدق اللي بيحصل لي. وبعدها صمم ابن عمي اني لازم انزل معاه عشان اكل. والصراحة انا نزلت معاه عشان بقيت خايف جدا اقعد لوحدي. ونزلت معاه واكلت. وبعد شوية قعدت مع خالي وفضلت اسأله عن خالتي وازاي ماتت. وبعد اصرار عشان يتكلم اضطر انه يتكلم وقال لي بص يا ولادي، ساعات امك ما كانتش هتحب خالتك خالص، لان خالتك كانت هاديه وكان كله هيحبها. حتى ابوك كان متجد لخالتك وكان خطيبها هي مش امك، لان امك طول عمرها مغروره. بس اكتشفنا في يوم ان ابوك جاي مخنوق ومش عايز يكمل الجوازه، وفسخ خطوبته من خالتك ومشى. وبعد مده لقيناه رجع اتقدم تاني، بس المره دي كان لامك. كلنا استغربنا، وحتى خالتك المرحومه كانت زعلانه جو ومقهوره. بس سعاد ما كانش فارق معاها حد، وفعلا اتجوزت سعاد محمود ابوك. وبعد 4 سنين اكتشفنا ان سعاد وخالتك سميرة بيجوا بيتكلموا مع بعض وبيجوا زي السمنة على العسل. وبعد سنة خالتك سميرة اتخطفت. وقتها احنا كنا مفزوعين وخايفين عليها. وبعد شهر من التدوير والقلق لقيناها تايهة في دمياط، والمصيبة انها مش فاكرانا. ولما كشفنا عليها لقينا الرحم بتاعها مش موجود. ومن اللحظة دي اتشكلها بحال سميرة خالص، بقيت قاعدة في شقتها صبح وليل وبتقول حاجات غريبة ومش مفهومة، وطول الوقت سرحانة. وكانت ما تبقاش فايقة غير لما سعاد تزورنا، وكنا بنحسها متضايقة بس عاملة نفسها مبسوطة. وفي يوم دخلت عليها الشقة بتاعتها لقيتها بتخبط راسها في باب الحمام لغاية ما راسها نزل الدم. وبعد ما بعدتها عن الباب وهديتها لقيتها بتقول لي أقرب ما ليا دمر حياتي، وبعدها أغمى عليها. انا اول ما عرفت موضوع خبط راسها في باب الحمام افتكرت باب الحمام اللي كان بينزل دم، واتأكدت ان خالتي اتقتلت. المهم كمل خالي وقال فضلت حالتها تتدهور لغاية اليوم المشؤوم اللي توفت فيه او اللي انتحرت فيه. انا استغربت، محدش قبل كده قال لي ان خالتي سميرة انتحرت. المهم قال لي خالي انه كان قبل يوم وفاتها كان مشغول اليوم كله وما سألش عليها، وعشان كده لما سيف سأل خاله عن سميرة اتوتر. هو مش اتوتر بس افتكر موتها وزعل عليها. عامة قال خالي انه راح البيت تاني يوم وما لقيهاش، وسأل جدتي عنها وقالت له انها ما ظهرتش من امبارح. خالي زعق في جدتي وقال لها ازاي ما تروحيش تبص عليها. جدتي قالت له يا واد انت عارف اني بقيت بخاف عليها ومنها ومش عارفه اعمل ايه، قلبي بيوجعني كل ما بشوفها. خالي طلع على سميرة وفتح الباب، وهنا كانت الصدمة. خالي لقي خالتي قطع صباعين من كل ايد ومعوره وشها بالسكينة في كل حتة في وشها، وفاتحة بطنها بالسكينة واحشائها طالعة لبره. انا اول ما سمعت الكلام ده انصدمت اكتر، لان كل اللي خالي قاله كان موجود في المسخ اللي انا بحلم بيه، الوش المشوه والصبعين المقطوعين والاحشاء اللي طالعه منه. وقتها انا رجعت الشقه وكنت بحاول انام عشان اشوف خالتي سميرة واقول لها اني عرفتها، بس للاسف ما كانش جاي لي نوم. وفجاه لقيت المسخ دخل عليا من باب الاوضه وقال لي يعني عرفت انا مين، بس لسه الحقيقه ما ظهرتش وكله هيدفع الثمن، واولهم احمد السيد. وبعدها مسكتني من هدومي وفضلت تشد فيا وتقول لي انت من حقي ولازم تيجي معايا. وقتها انا صحيت من النوم واتضح اني نمت على نفسي، بس ركزت على الاسم اللي قالته خالتي. افتكرت ان الدكتور اللي ولدت امي عنده اسمه احمد السيد علي، وقررت اني لازم ارجع اسكندريه عشان اشوفه يمكن يكون يعرف حاجه. وفعلا ودعت خالي وابن خالي ورجعت اسكندريه، واول حاجه رحت اعملها اني ازور قبر ابويا وامي وادعي لهم بالرحمه. رحت عند عياده الدكتور ده لقيتها مقفوله، ولما سالت حواليها رد عليا واحد كبير في السن وقال لي والله الدكتور ده اتجنن من 3 شهور وكل شويه يقول اسم سيف محمود العاطي. انا اتصدمت، ازاي فاكر اسمي وعرفني ازاي اصلا؟ قلت له طيب يا حاج تعرف بيته فين؟ قال لي اه. وفعلا اخدت منه العنوان ورحت على هناك ولقيت بيته فخم جدا. خبطت على الباب وفتحت لي مراته، قلت لها عايز الدكتور احمد في كلمتين معلش. وفعلا دخلت البيت وخرج الدكتور احمد من جوه، واول ما شافني فرح جدا وقال لي انت كنت فين؟ انا بسأل عليك ومش عارف اوصل لك. قلت له في ايه اللي حصل لك ووصلك للمرحله دي؟ قال لي بص، من 23 سنه جولي مامتك وباباك عشان يعرفوا ايه السبب في تاخير الحمل، ولما كشفت على مامتك اكتشفت ان عندها مشكله في الرحم وصعب انها تخلف،
بس المشكلة إنها قالت لي أقول لأبوك إن العيب منه هو. أنا رفضت إني أعمل حاجة زي كده، بس للأسف ادتني 10,000 جنيه، والصراحة أنا عملت اللي هي عايزاه، ما قلتش لجوزها اللي هو باباك على أي حاجة. وبعد سنة لقيت والدتك جاية ومعاها واحدة كان شكلها غريب، وبتقول لي عايزين نعمل عملية للبت دي ونشيلها الرحم، وهديك 100,000 جنيه. وفعلا فتحت الشنطة اللي كانت جاية بيها ولقيتها مليانة فلوس. سألت الست اللي كانت معاها وأكدت لي إنها موافقة، وهي أصلا كان شكلها غريب وما بتردش على السؤال غير لو سعاد هي اللي سألته، وتحسها تايهة ومش واعية للي بتقوله. بس أنا قلت طالما هي موافقة يبقى أنا ماليش دعوة. والصراحة الفلوس كانت كتير وقتها وزغللت عيني، وبدأنا إجراءات التحاليل. والصدمة إننا لقينا إن الست دي تبقى أختها سميرة. أول ما عرفت كده رفضت إني أعمل العملية، وحسيت إن في حاجة غلط، بس والدتك أصرت وقالت لي هديك 150 بدل 100. والصراحة أنا وافقت عشان أنا كنت عايز فلوس. وفعلا عملنا العملية وشلنا رحم خالتك، وأمك أخدت خالتك ومشيت. ومن سنة كده بدأ يطلع لي في المنام مسخ مخيف كل شوية، وبيمسكني ويقول لي هتدفع تمن اللي عملته، ويقول اسمك ويختفي، لغاية ما كنت هتجنن، لدرجة إن كل اللي في البيت صدقوا إني مجنون. طلعت من عند الدكتور ده وأنا مصدوم جدا، مش عارف أفكر. يعني أمي هي اللي خطفت خالتي؟ طب ليه وإزاي؟ وليه خالتي ما قالتش حاجة؟ دماغي كانت هتنفجر، لدرجة إني دخلت المسجد أفضي دماغي شوية. وبعد ما خلصت صلاة وأذكار لقيت شيخ جه عليا وسألني أنت يا ابني عينك سودا كده ليه؟ قلت له والله يا شيخنا أنا مش عارف أنام. راح قال لي بيت ربنا محدش يقدر يأذيك فيه، وقال لي نام وبعد ما تصحى نبقى نتكلم. وفعلا نمت، والمرة دي حلمت بأمي وهي بتصرخ، ومرة واحدة طلع لها قرون وبقت زي الشيطان، ومرة واحدة طلعت نار وحرقت أمي. الغريب إن النار لما هديت لقيت المسخ ظهر منها، ولقيت المسخ اتحول لخالتي سميرة. وبعدها صحيت على أذان العصر، وبعد ما اتوضيت وصليت قعدت مع الشيخ وقال لي أحكي له فيه إيه. وفعلا حكيت له على كل حاجة لغاية الحلم اللي لسه حلمه من شوية. وبعد شوية قال لي أنا عارف إنك مش هتصدق اللي هقوله لك، بس ده اللي حصل. مامتك من زمان كانت بتكره خالتك لغاية ما تصالحوا زي ما خالك قالك، بس اللي خالك ما يعرفوش هو إن سعاد مامتك عملت عمل لخالتك بالطاعة، وعشان كده خالتك كانت بتسمع كلامها، وعملت عمل كمان لوالدك عشان يكره سميرة ويتجوزها. ولما مامتك اكتشفت إن عندها مشاكل في الرحم خافت لحسن العمل اللي عملته لباباك يبطل، ويطلق مامتك ويرجع لخالتك، وخالتك تخلف ويبقى العيون كلها عليها. وعشان كده راحت للدكتور عشان يشيل الرحم لخالتك، وأمرت سعاد خالتك تروح تعمل العملية. وكل ده وسميرة مغيبة وما تقدرش ترفض. وبعد العملية سعاد رمت سميرة في دمياط عشان محدش يعرفها، ولو حد عرفها فمامتك بعيدة عن الموضوع. ولأن خالتك كانت بتشوف في التلفزيون إن العفاريت بتطلع من الصوابع الصغيرة، فقطعت صوابعها الصغيرة، وأول ما لقيتش فايدة قطعت الصوابع التانية. وبعد كده لقيت إن مفيش حاجة حصلت، قالت تعور وشها عشان تأذي العفريت المتحكم فيها. وبعد ما عورت نفسها لقيت إنها بتموت خلاص، وفضلت تعيط وحست إن دي نهايتها، ففتحت بطنها وهي مقهورة وفضلت تدور على رحمها لغاية ما ماتت. ولما توفت والدتك بدأت تظهر لك عشان عايزاك تكشف الحقيقة، لأنها مش مسامحة مامتك. أنا بعد كل اللي سمعته كنت مصدوم. أمي اللي كنت بحبها طلعت عاملة كده في أختها، ومش عارف إزاي أقول لخالي عن الموضوع أصلا غريب، بس قلت لنفسي لازم أعرفه عشان أخلص من الموضوع. وفعلا رجعت البيت خالي وقلت له على اللي حصل وعرفته كل حاجة. في الأول ما كانش مصدق إن أخته تعمل حاجة زي كده، بس بعدها بصلي بقرف وطردني من البيت وحملني أنا كل اللي حصل. وبعدها رحت البيت وكنت تعبان جدا ونمت على طول، وبرضه حلمت بخالتي، بس المرة دي كانت بهيئتها الطبيعية، وقالت لي أنا آسفة على المشاكل اللي حصلت لك بسببي. قلت لها أنا اللي آسف على اللي حصل لك بسبب أمي. راحت قالت لي هي دلوقتي بتتحاسب على اللي عملته فيا، وبالنسبة لخالك فما تزعلش منه، هو مصدوم من أخته ومصيره يسامحك في يوم من الأيام. قلت لها أنا مش زعلان منه، هو حقه يعمل أكتر من كده. وبس. صحيت من النوم وأنا حاسس إن كل حاجة خلصت. وبعد مدة لقيت خالي جالي وقال لي ما تزعلش مني يا ابني، أنا كنت مصدوم من اللي عملته أمك، بيتي هو بيتك وفي أي وقت عوزتني فيه هتلاقيني. وبس كده خلصت القصة. بس هل لو أهل سعاد عاملوها زي ما كانوا بيعاملوا سميرة كانت سعاد هتحب سميرة، ولا هي أصلا الكره كان جواها والشيطان فضل وراها لغاية ما كفرت وعملت اللي عملته ده؟ وخلاص يا صديقي، عايزك تكتب لي في التعليقات القصة دي بنسبة كام في المية حقيقية، ولو عندك قصة يا ريت تبعتلي على انستجرام، ولينك الانستجرام بتاعي تحت في الوصف وفي أول تعليق. وبس،
تنساش لايكك العسل، سبسكرايبك الجامد، ويلا سلام.